مساء الخير حضراتكم، حلقة جديدة من القاهرة اليوم. كان نفسنا نهني الإمارات العربية المتحدة زي ما هنينا أو بنهني منتخبنا الوطني. الإمارات قبل قليل كوستاريكا سجلت الهدف الثاني قبل لحظات من نهاية الشوط الرابع وانتهى الماتش وخرجت الإمارات. مبروك لمنتخبنا، مبروك لمصر، مبروك لبلدنا. همسي على عمرو. مبروك يا عمور. مساء الخير يا احمد، الله يبارك فيك. عقبال ولادك يا حبيبي. تأكدني مش عاجبك الماتش مثلا؟ لا عاجبني والله، انا زعلت على الامارات جدا. زعلنا على يعني الإمارات. تذكرت دلوقتي اغنيه خساره خساره فراقك يا جاره، عينيا بتبكي عليك بمراره. وبعدين انا كان امل الاخوه الاماراتيين يجيبوا لنا طرنا من كوستاريكا، فتقوم كوستاريكا باقصاء الفرقه العربيه الثانيه وتتأهل لتلعب امام البرازيل. ايه سر كوستاريكا دي؟ انا مش عارف يعني ايه الفكره فيها. ويا عيني الشاب الاماراتي نمره 8 ده اللي ضاع الكره، حياته هتبقى صعبه جدا. يعني انا عايز اقول لكم انه في الامارات اليومين الثلاثه اللي فاتوا دول كان في حاله من النشوه ومسانده للمنتخب بتاع الشباب ده غريبه جدا، وكانوا واقفين وراه، وفعلا الولاد بتلعب حلو. يعني هم كانوا كسبانين 1-0 وبعدين اتعادلوا، وبعدين في الشوط الرابع في الدقيقه التسعة ثواني 119 وحاجه راح الماتش. راح الماتش. معلش، خلونا نتكلم عن ماتشنا في زامبيا. عايزين نفرح شويه. الناس اللي طالعه زعلانه وبتعاتب وتقول لا، خلينا نفرح شويه. من حق هذا الجيل ان يفرح. عندنا فرصه تاريخيه يوم 14/11. فرصه تاريخيه عمال يهزك في دماغه. اصل بتقول النهارده يا احمد جمل ايه، عارف زي كده تحس انك في خطاب. من حق هذا الجيل ان يفرح. ايوه يا اخي كده ان احنا ايه. ايوه يا عمرو، لا عملنا يعني ماتش. يعني احنا انت كان عندك يا ابني وانا قلت عندك لا. 3 بونت. انا قلت لا. الفرقه تحت ليه ضغط. خليني اتكلم. انا بتكلم على الصياغه، انا المضمون انا مقتنع بيه، حاجه جميله وحاجه تسعدنا. ايوه، لانه الجيل ده يا عمرو مش شعر بيه. الجيل ده نفسي بكره الجزائريين يتنكدوا ان شاء الله. لان هذا الغرور والصلف الجزائري والاستفزاز والمباهاه بالقوه والاخر مضايقاني جدا. يعني قد ما انا مصري ونفسي ان مصر تكسب، نفسي ان الجزائريين يخسروا علشان هذا القوه هم الجزائريين بيكرهوا المصريين ليه؟ يعني انا عايز اعرف ايه مزاج الجزائريين يكرهوا مصر بالشكل ده؟ هم ناسيين ان احنا وصلنا كاس العالم ده على يعني من خلالهم قبل كده، وممكن نصل ايضا من خلالهم، وحد عارف. ما عشان كده بقول لك ده انت بكره يا رب يا قادر يا كريم تعمل حاجه جامده، او يكسبوها 1-0 بالزور، يتعادلوا. يا لا مش بالزور، يا حلاوه، وبالحكم وبالحاجات الاخرى يا ممكن سلام. تتعمل، لانه الحكم ممكن جدا وكلام كتير جدا بيحصل النهارده في الجزائر. لازم بكره كلنا نبص على لا انا مضايقاني نبص على اللي ممكن يحصل بكره في الماتش. انا مضايقاني الروح غير الرياضيه، هذه الطريقه عداء مش بالكلام. رياضه. لا هذه طريقه الكلام ضدك. بيتكلموا كانها حرب. وفي ايه؟ دي رياضه يا جماعه. ان شاء الله قادر ربنا يكسر هذا الغرور، وابناء الفراعنه ان شاء الله يصعدوا من خلال المنتخب الجزائري، من خلاله. يعني هيقفوا كده ان شاء الله في استاد القاهره ويعبروا من خلاله، ونقف نتفرج ونسقف. قادر كريم، ليه لا؟ ليه؟ واي نوت؟ انما هذه الطريقه من الاستفزاز ومن الغرور ومن القوه وتلقيح الكلام وقاعدين حاطين رجل على رجل على ايه يعني؟ وفي ايه؟ حصل ايه؟ خير ان شاء الله. قادر على كل حاجه. احنا بنشوف على فكره كاس العالم للشباب ده، اللي شوف ماتش الطلاينه امبارح وشوف ماتش الامارات النهارده وشوف ماتش البرازيل والمانيا، الكوره ملهاش كبير. رواندا فرقه ضعيفه جدا، ولكن حد عارف. بس رواندا اولا عندها امل عشان تصفيات افريقيا او بطوله الامم الافريقيه. فرقه ضعيفه القادمه. احمد سيبك من غير ضعيفه او كده، تاريخها في هو النهارده انت بتتكلم على كوستاريكا، لا تغلب مصر ولا الامارات ولا توصل المربع الذهبي، فالكوره دي ما فيهاش. لا انا فاهم امبارح بس شوف المجر عملت ايه مع ايطاليا. طبعا. فانت بتتكلم على فرق لا يمكن فيها توقعات. رواندا بالتحديد هي حصاله. انت عارف زي دي مشكلتها،
هم عندهم هم اتعادلوا معاهم 0-0 هناك. معلش وارد جدا وارد بكرة، ان شاء الله. بس احنا بنتكلم عن بس قادر كريم، بص مش عشان مصر والله يا احمد، بص انا بقول لك بكل غل لا بقى. يا اخو عشان مصر، لا عشان برضو بلدنا، لان هم كمان أيوة بيتكلموا عشان علينا كده. مش بطريقه عشان لا مش سيئه عشان جدا مصر بس، وسلبيه جدا. مش عشان مصر بس، انا مش عاجبني الطريقه اللي بيتكلموا بيها عني. شوفوا خلوا الدول دي العربيه مش اخلاق رياضيه يا ابدا. عمرو، وخلوا يمكن لو تشوف على النت كل الدول العربيه تقريبا بيتكلموا عن منتخب مصر وبيتكلموا واقفين معانا. الجزائريين داخلين غضب شديد جدا وبيشتموا حتى في العرب، بيقول لك اشمعنى انتوا بتدافعوا عن مصر وسايبين انا الجزائر؟ نفسي افهم، احنا عرب حد زيكم. يقول لي سر ليه الجزائريين بيكرهونا؟ انا عايز افهم السبب. لا احنا مره مثلا كنا قصفنا مدينه جزائريه في ابان عهد الرئيس عبد الناصر، ولا مره مثلا كان طب في ايه انت اللي حررت؟ انت بتتكلم يا أخي ازاي؟ ما أنا بقول لك ما طب انت اللي حصلش. حررت. ما بقول لك ما جيشك اللي راح. حصلش، ما انا بقول يعني بقول لك ما حصلش. ليك فخر ان انت اللي كنت موجود. كنا احنا اللي ساندنا ثوره المليون شهيد، احنا اللي طورنا احنا اللي بعتنا مدرسين علمناهم العربي، مش فضل ولكن اقصد علاقتنا بيهم جميله. هم ليه ايه اللي حصل خلى ان الجزائريين يكرهونا قوي كده؟ يعني انا ما اظنش ان المصريين يكرهوا الجزائريين بنفس قدر كراهيه الجزائريين للمصريين. بص يا عمرو، انت النهارده بتتكلم على كوره، كل الكلام ده في اطار الكوره. الحاجات الاخرى دوله لا. وشقيق، لا معلش، لا معلش، لا ثانيه لا، انا بقول لك ثانيه انا واحده. بقول لك المواطن الجزائري لا يحب المواطن لا المصري. بص يا عمرو، لا ما خلينا كمان ما ندخلش، لانه في الجزائر لها وقفه تاريخيه معنا في حرب اكتوبر. اول ده من لما 36 ثانيه واحده سنة. اسمعني، ومن 36 200 سنه، ايه المشكله؟ لا في حاجه إنما وقفت اتغيرت. معاك. ايه اللي حصل؟ ايه معلش. التغيير اللي لا حصل؟ وقفت معاك وزودتك بالبترول في اول ساعات لما الرئيس سادات مع الرئيس حوار بوميديان، فحصل ده وقت الرئيس بوميديان. معلش اوكي. انا عايز اعرف النهارده ليه هذه، يعني مثلا ما عندهمش مشكله مع تونس، ما عندهمش مشكله مع المغرب، ما عندهمش مشكله مع السعوديه. عمرو انت اتكلم على المغرب العربي كله بالنسبه لك في الكوره، ما بيحبوكش في الكوره. لا انت الجزائر، لا الجزائر بالتحديد. لا كلهم احنا ما اتضربناش يا ابني، ما اتضربناش الا على ايدين الجزائريين. لا ضربت من 3 دول في الشمال. لا ضرب كان الجزائريين. لا ايه اكتر من التانيين اصحابك. ارجع، لا اصحابك التانيين واصحابك التالتين ضربت جامد منهم. انا عايز اعرف السر، وقادر كريم يا رب بكره بالليل زي الساعه 8 الماتش ربك يعمل حاجه كبيره نقف مع هذا نفسي يتنكدوا شويه، نفسي يتهزوا شويه، نفسي يبقى عندهم مشكله. بعدين طالعين يتكلموا يقول لك مصر فزت بالعافيه وبصوا ازاي. لا وقال لك احنا هنرسي، احنا متفقين مع زامبيا. وهيقول لك هنفوز 5-0. يعني كباتن كبار جدا في الفريق الجزائري اللي اتهزم في مصر على فكره، الاخضر باللومي تحديدا اللي خرج سنه 90 ودخلنا كاس العالم وهو موجود، كان كابتن الفريق الجزائري، هو اللي بيتكلم النهارده بيقول لك هنفوز بكره 5-0. طبيعي الراجل ده ممنوع يدخل مصر. لا ما خلاص بعد حصلت القضيه وحل القضيه واتكلم وجاي مصر وجاي مع الفريق لان الموضوع اتحل بتاع الدكتور. هينورنا بص وهيرجعوا بص يا احمد مسؤولين باذن الله، عشان الرجاله اللي بقول لك عليهم احمد لا الجيل ده في عمرو، الجيل ده احنا النهارده ان شاء الله. يا اخي انا بكلمك على الرياضه، ابعد حتى عن الجيل. المشاعر دي انا واقف قدامها. ايه الكره الشديد ده؟ احنا عملنا لكم ايه؟ يعني ايه الشيء اللي احنا عملناه وحش في اخواننا بتوع الجزائر؟ خالص مفيش. وشوف الماتش لا في رياضه، شوف الماتش لا في رياضه، لا في رياضه ولا بره رياضه. وعن فريقنا ازاي بيتكلم بطريقه لا يمكن حد يتكلم عن دوله عربيه، لا يمكن يتكلم عن منتخب. انت يا اخي احترام الخصم، لا يا اخي احترام الخصم حتى في الرياضه ده مساله مهمه جدا، انك بتحترم الخصم بتاعك وتلعب معاه بالاصول وبتاع. وبعدين بصراحه احنا بنطالب الاتحاد المصري، الاتحاد الدولي، لازم ماتش بكره تحت الابصار العالم كله، ماتش بكره يحصل فيه لعب، كله هيحصل فيه لعب وارد جدا. والكلام الرواندا مش عايزين يعني ما يدوهم شويه فلوس يا اخي لا 10 مليون دولار. رواندا عشان تتغلب مش عايزه فلوس. لا رواندا بتتغلب من غير فلوس. يا عمرو خليك واقعي، عندها فرصه انها واقعي، خليك واقعي. طيب لو خدت فلوس يدخل فيها كام؟ 5 8 10 البلد كلها لو عايز. طيب يعني فاحنا عشان كده بنتكلم انه بكره الماتش محتاجين تحت الجميع بصراحه، عايزين الناس كلها تراقب ماتش بكره. الاتحاد الدولي واتحاد كره القدم المصري كابتن سمير زاهر لازم ده يكون امر. ايوه بس انا عايز بس انا عايز اقول لك حاجه. لعب ضدنا، لعب ضدنا. افهمك عشان بس يعني ما نزودهاش. يعني ايه؟ رواندا بتتغلب عادي، يعني بيجي منها الناس تتغلب عادي،
تاخد 3. انت فاكر الماتش بتاع هدف 2 لكن مش 5-6. 5-6 انت بتلعب ايه؟ بتلعب سغمايه عشان تقول هي لي مش فرقه 5-6. قويه يا احمد. لا فرقه كويسه. انت كسبتها 3-1 في الشوط الثاني. معلش الشوط الثاني اهو. طب هم تعادلوا معاها هناك يا عمرو، نفس فريق الجزائر اللي هيلعبها بكره هو تعادل معاها 0-0. فايه اللي فرق يعني اما تيجي تقول لي النهارده هزموها 5-0؟ كريم ربك بكره، يا رب ربك بكره ان شاء الله يعمل حاجه من عنده تغير الدنيا وتودينا جنوب افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله نروح جنوب افريقيا إن شاء يا رب الله. باذن الله.